يعني ايه زاوية اصلا؟ قال لي بص، الزاوية هي الحاجة الموجودة بين ضلعين. يعني ادي عندي الضلع ده اللي هو من تحت، شايفينه؟ وعندي ادي الضلع ده اللي من فوق، اللي ما بينهم ده اسمه الزاوية، اللي ما بينهم ده اسمه الزاوية. فهتلاقي في زوايا صغيرة، وفي زوايا في النص، وفي زوايا كبيرة. طيب الزوايا الصغيرة بتبدأ من فين؟ قال لي بتبدأ عندي من الزاوية صفر، ودي اسمها الزاوية الصفرية. ايه الزاوية صفر؟ لما ينطبق الضلعين على بعض، لما ينطبق الضلعين على بعض دي كده اسمها الزاوية الصفرية. لو طلعنا شوية، قال لي من أول 1 لحد 89 دي اسمها زاوية حادة. من أول رقم 1، من أول ما يكون قياس الزاوية 1 لحد ما يكون قياسها 89 دي اسمها زاوية حادة. طب لو بقيت 90، قال لي 90 دي اسمها زاوية قائمة، القائمة 90. طيب لو أكتر من 90، قال لي اسمها منفرجة. طب أي رقم أكبر من 90 منفرجة؟ قال لي لا، قال لي لحد 179. طيب 180 دي اسمها ايه؟ قال لي 180 دي زاوية مستقيمة. يبقى انا عندي زاوية صفرية، زاوية حادة، زاوية قائمة، زاوية منفرجة، زاوية مستقيمة. صفرية هي الزاوية اللي قياسها صفر. حادة أي رقم من أول 1 لحد 89.